الجن بيعمل مصائب، ساعات بيبقى الكلام صح وساعات بيبقى الكلام غلط. نرجع برضو للموضوع علشان ما اخرجش بره. الحسد، انا مش عارف اتعرف برضو اوصل ان انا محسود، بس انا شاكك، فاعمل ايه؟ طيب انا شكيت ان انا محسود، طب ما تاخد بعلاج الحسد وتريح دماغك من غير ما تعرف انت محسود او لا، يبقى انت كده قفلت السكه خالص. بالضبط كده، صح كده؟ وحتى اريح لنفسيتي. هو العلاج مش هيضر. فما هو العلاج؟ نعم. طيب في نوع من الحسد ليه علاج ونوع ملوش علاج مطلقا. زي ايه؟ طبعا ما انزل الله من داء الا وانزل معه شفاء، ولكن انا عايز اقول ان واحد اتحسد مثلا، بني ادم شغال في شغل معين في الخراطه او كذا، فواحد قال له ايه الصحه دي، فهو شغال في الشغل دراعه اتقطع، هو اتحسد فدراعه اتقطع، انا هرجع لك دراعك ازاي؟ واحد مثلا اتحسد فمات، بني ادم معدي الشارع ايه الشياكه دي فهو معدي العربيه خدت الشياكه معاه فمات، هعالجه ازاي ده؟ انما ايه اللي يتعالج؟ اللي يتعالج طبيا او روحيا يتعالج عن طريق علاج الحسد الروحي. يبقى لو في مساله تعالج طبيا تعالج، ما فيش مشكله. انسان مثلا اصيب بتلف عضو من اعضاء جسدي، لا ده لا يعالج طبيا، يبقى الاسباب انقطعت فيه، يبقى من العبث ان انا اعالجه بطريقه علاج الحسد، ده عبث. ليه؟ ما فيش سبب، ما فيش سبب اتوصل بدوت اتوصل بيه للموضوع اللي انا عايزه، ده مش موجود، يبقى ما فيش علاج. ايه اللي ليه علاج بقى؟ اللي ممكن يعالج طبيا او شيء ممكن يعالج باسباب موجوده. العلاج ازاي؟ طيب الطريقه المجربه والطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، انهي الاول؟ اكيد اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها طريقه العلاج، ان الحاسد اذا علم، يبقى في حيث العلم بالشخص الحاسد، يبقى في طريقه توقيفيه النبي قال عليها عليه الصلاه والسلام. ايه هي؟ ان الحاسد يغتسل غسل معين، وده فيه تفصيل، مش الغسل بتاع الجنابه، فيه تفصيل، غسل معين، والميه بتاعت الغسل تتحط في طبق او في جردل او في غيره، وبعد كده تدلق على المريض من ناحيه قفاه، كل حرف بقوله عليه دليل. انا لازم اكون عارف طبعا الحاسد. نعم، ولازم اكون عارف ومتاكد لازم ان ده اكون عارف الحاسد. طب انا مش عارف الحاسد، دي بقى ايه العلاج فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لناش حل فيها. طيب ايه الحل غير القاعده الاولانيه اللي انا قلتها في باب الرقي اصلا، اللي انا قلتها لحضرتك لا باس بالرقى ما لم يكن بها الشرك، فدي القاعده اللي النبي عليه الصلاه والسلام حطها، وبناء عليها نخرج احنا الفروع بقى. طيب لو انا ما اعرفش الانسان اللي حاسد، او الانسان الحاسد رافض ان هو يغتسل، انكر، اتحرج لاي ظرف، بعمل ايه؟ بقرا الرقيه الشرعيه عادي على ميه. الزياده بقى ان انا المعوذات بكررها كتير، والايات اللي بتتكلم عن الحسد في القران بكررها كتير، مثلا او يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اي ايه بتتكلم عن الحسد بقى، والمعوذات كتير جدا بقراها على الميه. طبعا الميه بتتقرب من البق بحيث ان النفس والرذاذ يبقى نازل في الميه. ابن القيم بيقول ان نفث المعالج مضاد لنفث الساحر. يعني هو السواحر بتعمل ايه ولا الساحر؟ يعقد العقد بعد كده ينفث فيها، انما المعالج بيعمل ايه؟ بينفث في المياه، فده مضاد لده على طول. فتقرأ على المياه وتنفث فيها، بعد كده تسقعها في الثلاجة، لابد تكون سقعة. سقعت المية المقروء عليها تدلق على الإنسان المحسود بطريقة مفاجئة. الصدمة اللي بتحصل له دي مع المية المقروء عليها السقعة بتفيد جدا في علاج الحسد. قلت لحضرتك الولد اللي هو اتخرس خالص ده اتعالج بنفس الطريقة دي، خدت معاه أسبوعين. ممكن واحد تدلو عليه شوية المية يفوق، وممكن واحد يفوق بعد كده يرجع تاني، على حسب بقى الحالة اللي هو فيها وعلى حسب شخصية الإنسان ذات نفسه. طبعا مع الأذكار، هذا من ضمن العلاج. الأذكار أكيد ده علاج، وهو أساسا وقاية قبل ما يكون علاج، وهو غذاء للروح. يعني هو إنسان أساسا لو هو مستقيم على فعل الخير هيبقى بعيد عن الكلام ده كله. إنسان لو كان قال أذكار ما كانش هيتحسد، كان هيبقى محصن، كان هيبقى محصن ضد الحسد وضد غيره يعني. نعم. فكنا هنقفل على نفسنا السكة دي كلها.